يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت مبتلي فاحمد الله على العافية، لأنه أصل الحديث هو يقول: فارحموا أهل إنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. ما شاء الله. وكيف تشوف إنسان وتقول الحديث هذا، تقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا. بحول الله ربي ما يبتليكش بهيك النوع يعني من الابتلاء ذاك. هو في آخر الحديث يقول يعني اللي يقول الدعاء ذاي ربي يعافيه من هذاك الابتلاء. يعافيه، نعم. ما يجيش الابتلاء ذاك، اللي يموت ما يجيش بحول الله. وهو من السنة وبل من الواجب نتاعنا. إذا تلقى مبتلي مش نقولوا هذا سكري، هذا يبيه، لا. أما أنت مسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أي يا حبيبي، مش هكاك. هاو كيفاش، هاوش تعمل، هاوش كذا، وننصح. أنا أديت رسالتي الوقت هذاك، وهو نطلب ربي لعل ربي يقبل دعوتي أنا ويتوب عليه. هذاك الحسن البصري رضي الله تعالى عنه شاف إنسان مروح في الليل سكير ولكنه يذكر في ربي. وقت اللي هو يذكر في ربي قال: هكا تو هذا يذكر في ربي وفمه نجس بالخمرة. هزوا ونوالوا الطهارة لفمه وغسلوا فمه ونوالوا الطهر، وطلب ربي باش يهديه ويعافيه ويتوب عليه. ربي سبحانه مكرمه. رقد على روحه، يسمع فيه صوت وهو راقد بالفجر يقول له: يا حسن، أنت طهرت فمه من أجلنا ونحن طهرنا قلبه من أجلك. نحن نور العظمة سبحانه. مش يصبح يصلي بالفجر وإذا به يلقى السيد ذاك سابقه بالجامعة. بعد ما صلى وكذا سأل، قال له: ما كيف حالك؟ قال له: إن الذي هداني قد أخبرك بحالي. علمه به اللي هو من وين هم القليب تنوي به الخير لغيرك، والله العظيم يجيك ليلك قبل. إذا تحب تأكل من جميع الخيرات وتنال جميع الخيرات، انوي الكل عنده نعمة، انوي له، اطلب ربي يدومها عليه وافرح له. تفرح على ذاك بالنعمة وهذاك بالنعمة، وهذاك نعمة الصحة تفرح له، والآخر نعمة الجمال تفرح له، والآخر نعمة المال تفرح له. كلهم يعطيهم لك ربي روتان وتطهر قلبك من الغل والحسد. امين يا رب العالمين.